أستاذي العزيز تاج راسي، مرحبا ألف في منتجع الريمية. الله يحييك أنت وأخوي الشبيبي، أهلا وسهلا فيك. منتجع خلينا نقول جميل. كيف المنتجع؟ جميل جميل. أتعامل بطريقة كيف حياة الناس، كيف يحتاجوا الناس، إيش يحتاجوا. مثلا يعني ما تخيلت إنه أشوف البط بطريقة هذه، لأنه كملوا عملوا بركة، عملوا حاجات جميلة، نافورة جميل جدا. والناس ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يعني أكثر شيء شد انتباهك أستاذ بحكم أنك مصور تبارك الله من الدرجة ولا ما يحتاج يعني؟ لا، مو اللي شدني كل شيء الله يعني. لكن المنطقة تحتاج إلى يعني رتوش شوي. يعني رتوش شوي، زي ما قال الأخ محمد شبيب والأخ محمد محتسب، إنه مثلا الحياة البدوية تكتمل. الله. الحياة البدوية اللي هي مراحل، كيف اللي تخيط ثياب أبوها وتخيط ثيابها، كيف اللي تسوي القهوة، كيف اللي تغزل لبناتها. يعني لو تجيبوا ناس بهذا الشكل، واحدة تغزل، واحدة تسوي في فعاليات احنا نجيبها تقريبا كل شهر. واحدة تسوي خبز وتبيع ان شاء الله. واحدة تسوي يعني زمان واحدة تسوي الحنة. صحيح موجودة. عليكم السلام. فهذه الأشياء حنة، وتصفف الشعر، واحدة تنقي القمل، تدخل تطلع القمل، واحدة يعني تسوي القهوة. فهذه العادات خلينا نطلعها، اللي زمان كانت الآن مشتهينها. الله. الآن تطورنا وصارت الحمرة عند المرأة، وصار الكعب عالي، وصار الألماس والأشياء دي. عندنا عادات قديمة جميلة جدا ندور عليها. هذا المكان ينطبق عليه إنه يكون يعني يجيب الأشياء دي، وعنده في أماكن كثيرة جدا، ولكن تحتاج إلى هذا النوع من في الخيمة. تحط واحدة شو اسمه ده، تسوي تمشط، وتسوي حنة، واحدة تسوي حنة موجودة إن شاء الله. بكرة حتشوفها بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يسعدك. مرحبا مليون أستاذ. الله يسعدك. هلا. كيف حال أستاذ؟ حياك الله. كيف شفت المكان؟ والله روعة، بس يبغى له ترتيب شوية. الله يسعدك. لا إن شاء الله الأمور طيبة إن شاء الله. إحنا لما نروح مصر ونزور تحصل في ترتيب في القرية الفرعونية، فيه إلا تمشط، وفيه إلا